السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الجمال اللي انتوا شايفينه ده كله. هنعمل البيتزا بكل تفاصيلها وتكاتها. بس اللي ما اشتركتش في القناة يا ريت تنزل تشترك في القناة وتدعم زر الجرس وما تنسيش اللايك عشان بإذن الله يوصلكم كل جديد. بيتزا عاملينها على ايدينا في البيت، وان شاء الله هتبقى موفرة جدا اكتر من بره، وحاجة طعمة وجميلة والولاد بيحبوها جدا. شايفين الجمال؟ طبعا دي ما تعرفيش تشتريها من بره لانك مش هتلاقي حد عاملها بالدقة والجمال ده. حاجة انت بتعمليها في البيت لولادك. يلا نشوف هنعمل ايه مع بعض. هنا انا جايبة 6 كوبايات من الدقيق، يعني حوالي كيلو دقيق، وهحط عليهم 6 معالق سكر. يعني انت حطيتي 6 كوبايات يبقى تحط عليهم على كل كوباية معلقة سكر. كيس خميرة فورية زي ما انت شايفة كده، وكمان هحط معلقتين من الزعتر. الزعتر بيدي العجينة طعم حلو قوي. وهقلب كل الكلام ده مع بعضه، وهضيف عليهم كمان لسه دلوقتي حوالي ربع معلقة من الملح او نص معلقة كمان من الملح. وهنقلب المكونات دي في قلب بعض. هنحط عليهم ربع كوباية من الزيت وبس. خلاص دي المكونات بتاعت البيتزا. اعتقد مفيش اسهل من كده، وكلها حاجات من البيت، لسه ما خرجناش بره ولا جبنا اي حاجة. هنبدأ بقى ندفي فقط حوالي كوبايتين من المية. والعجين ما بقدرش احدد لك بالظبط المية علشان كل دقيق على حسب النوعية بتاعت الدقيق. في عجين او دقيق بيمتص السوائل، وفي دقيق بيبقى طارد للمادة السائلة، فده على حسب الدقيق اللي انت جايباه. هنا انا حطيت المج الاولاني كله زي ما اتفقنا. المية دافية مش سخنة علشان ما تموتش منك الخميرة. وهبدأ اعجن فيها كده بالراحة لحد اما الم العجينة دي كلها مع بعض وتبقى عجينة شبه طرية، مش طرية قوي. زي ما انت شايفة كده العجين بيسيب ايديا ويسيب الحاجة اللي انا بعجن فيها. بصي لما امسكها تبقى ناعمة الملمس، ما تبقاش مشققة. هحط نقطتين زيت في البولة او الحلة اللي انا بعجن فيها، وهحط فيها الخميرة. زي ما اتفقنا الخميرة ما بتبقاش طرية قوي، لانها بسم الله ما شاء الله اول ما بتخمر بتبقى طرية معاكي. بصي ده كده احنا في الصيف، ما اخدتش ساعة بفضل الله على بال ما كنت حضرت الحشوة وكان العجين بالشكل ده. اللهم بارك، جميلة. هتلمي بقى العجينة دي كده بالراحة في ايديكي كده، وهتبدأي تقطعي منها وتشتغلي. الحشوة دي حاجة ترجع لك انتي. يعني انا كنت عملت تقريبا الفيديو اللي فات عملت الشاورما، وانا هحشي النهارده البيتزا بتاعتي شاورما. الفيديو بتاع الشاورما حلو قوي، يا ريت ترجعي له. في منتهى الجمال وعجب الناس جدا. وحتى لما عملنا الشاورما برضو يعني تقريبا ما كلفناش حاجة، مكوناتها عندك في البيت. هقطع بقى. انا هعمل، الولاد كانوا عايزين ميني بيتزا، انا ما عملتهاش ميني، انا عملتها اكبر شوية من الميني كده، وعملت كمان منها كبير. يعني ال6 كوبايات دول عملوا بسم الله ما شاء الله حوالي 3 بيتزات كبار غير ال6 الصغيرين.
يعني هتعملي وليمة من البيتزا. طبعا انت عارفة البيتزا الحجم الوسط دلوقتي معدية يعني. هتعمليها في البيت، وما تسمعيش بقى اللي بيقولك عملناها في البيت وتكلفنا اكتر من بره. لا، ما تكلفناش اكتر من بره ولا حاجة. بالعكس، انت القطعة الواحدة او قطعة البيتزا الواحدة المتوسطة الحجم بتعدي ال100 جنيه. زي ما اتفقنا 6 كوبايات دقيق، وشوية من الموتزاريلا وشوية من الجبنة الرومي. يعني كنت لما بجيب جبنة رومي للولاد ولا حاجة بحاول ان انا اجيبها مش اللي هي القطع، بحاول اجيبها قطعة على بعضها كده، ما بجيبهاش متقطعة من بره، قطع على بعضها. وبشرت منها شوية وشلتهم. والجبنة الموتزاريلا بتبقى موجودة في البيت. عامة عندي الولاد بيحبوا البيض قوي بالجبنة الموتزاريلا، مش بخليها تخلص من البيت يعني. في الوقت اللي يبقى متوفر عندي الجبنة موتزاريلا في البيت وشوية جبنة رومي، وزي ما اتفقنا صدرين فرخة بتبقي ركناهم كده على جنب. انا بقطع الفراخ. بالمناسبة عملنا كمان الصلصة بتاعة البيتزا في منتهى الجمال، في دقيقة واحدة تعمليها. ارجعي للفيديو، حلو جدا. صلصة تحفة والله، ومدية العجينة او مدية البيتزا بتاعتي طعم في منتهى الجمال والروعة. وعملناها في دقيقتين مع بعض في القناة، دقيقتين بالظبط. انا مش باخد الصدر بتاع الفرخة كله، بحاول اخلي نصه كده والنص التاني آه، بحاول ان انا اقطعه بطريقة ان انا اخليه ينفع اعمل منه بانيه، او اشيله زي ما اتفقنا كده قبل كده مع بعض. بشيله بقى زي كده، اقطعه، اعمل منه اي حاجة، اعمل منه شاورما، اعمل منه بيتزا، اعمل منه مكرونة نجريسكو، بيبقى موجود عندي يعني. وفي نفس الوقت بجيب الفرخة، يعني مش برحمها، بعمل منها كل حاجة. زي ما اتفقنا هنا في قلب القناة مع بعض بنحاول ان احنا نوفر. الايام دي صعبة شوية، وزي ما قلنا يا رب قبل كده يعين كل صاحب بيت على بيته وعلى ولاده، وما نحرمش ولادنا من حاجة، كل حاجة برضو بياكلوها. بصي بقى يا ست الكل، هنا انا بحط على العجينة نفسها شوية من الجبن اللي انا عاملاها، حاجة بسيطة بحيث تخلي الحشوة بتاعتي متماسكة مع العجينة. لما يسيحوا مع بعض الحشوة تبقى متماسكة مع العجينة، ما تقعش يعني. دي الشاورما اللي عملناها كنا قبل كده مع بعض. هحط بقى، انتي بتعملي لولادك في البيت مش في محل يعني، اتوصي بيهم وحطي الحشوة اللي تعجبك. ممكن تعمليها باللحمة المفرومة، ممكن تعمليها بالتونة، ممكن بالجبن بس وخلاص، اللي هي المارجرينا يعني. آه، ما تقفيش عند حاجة. عايزين بيتزا يبقى هنعمل بيتزا النهاردة. ده زيتون زي ما انتي عارفة كده، البيتزا بتحب الزيتون قوي، بيديها طعم جميل جدا. وبعد كده هغطيها كمان بالجبن بتاعتي وادخلها الفرن. مش هتاخد معاكي 15 دقيقة، وهتبقى في منتهى الجمال، مقرمشة وجميلة من تحت، ومن فوق حشوة تحفة، والجبنة سايحة وحاجة روعة. جربيها ومش هتندمي. الطريقة دي حلوة جدا وسهلة. وممكن كمان لما تعجني العجينة اللي انا قلتلك عليها ديت بالمقادير دي، تقدري كمان ان انت تشيليها في قلب الفريزر. يعني مش شرط ان انت تعملي كل الكمية دي من البيتزا، تشيليها وفي يوم الولاد عايزين بيتزا هطلع حتة وهسيبها ساعة هتلاقيها كأنك لسه عاملاها حالا. هنا بقى البيتزا الميني عملناها برضو بنفس الحشوة، وحطينا الجبن فوق وتحت وظبطناها خالص. حتى الكاتشب اللي حطيناه على البيتزا بعد كده كنا عاملينه في قلب القناة. يعني زي ما وعدتكم مش هتجيبي حاجة من بره، كل حاجة هتعمليها بإيديكي، وهتعملي لأولادك أحلى بيتزا في البيت. جربيها ومش هتندمي، وهتدعيلي إن شاء الله. شايفين الجمال؟ وندخلها الفرن
15 دقيقة وتطلعيها تحفة، وبالهنا والشفا. لسه ما نزلتيش ولا اشتركتي؟ انزلي واشتركي وحطي لايك ودعمي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. لو عجبكم الفيديو بتاعي النهاردة ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب ودعواتكم الحلوة علشان يوصلكم بإذن الله كل جديد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.